السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 25 سنة. اشتغلت في شركة كبيرة بعد التخرج، وكنت متحمسة أبدأ حياة جديدة. مدير القسم بتاعي كان راجل في آخر التلاتينات، متجوز وعنده بنتين. من أول ما اشتغلت وهو بيتعامل معايا بأدب واحترام، بيساعدني، بيشجعني، بيخليني أحس إني مميزة. عمري ما شفت منه حاجة خارجة ولا حتى نظرة، بس قلبي مش سليم. بدأت أستناه يجي وأفرح لما يبعتلي ميل، وأزعل لو اتكلم معايا بجفاف. بقيت أهتم بشكلي بزيادة وأنا رايحة الشغل. بقيت أستنى اللحظة اللي يطلب مني أشتغل معاه في بريزنتيشن أو اجتماع، وهو ولا مرة قال لي كلمة غلط ولا لمح لحاجة. بس أنا اتعلقت بيه، وده اللي خلاني أكره نفسي. لأن في لحظة صدق أنا عارفة إنه مش ليا، وعارفة إني لو فضلت كده هتعب أكتر وممكن أخرب حياته وحياتي. بس اعمل ايه في قلبي؟ انا مش وحشة، بس ضعيفة. وسؤالي ليك يا عبد الرحمن، ايه احسن حل اعمله دلوقتي؟ هي دي مشكلة على فكرة برضي بيعاني منها بنات كتير. بس انا عايز اقولك دي حاجة كويسة ان انتي واجهتي المشكلة. حاجة كويسة ان انتي يعني عايزة تواجهي المشكلة، ودي حاجة انا عارف انها مش بايدك، غصب عنك. بس انا عايز اقولك ان في العلاقات لازم نعمل حدود. وطول ما انتي بتقولي بدأتي تنجذبي له وبدأتي تتعلقي بيه، للأسف الشديد مش هينفع تفضلي معاه في الشغل. مش هينفع تفضلي في مكان اللي هو موجود فيه. ما ينفعش تتواجدي في مكان هو موجود فيه. فأنا حلي ليكي عشان نحل المشكلة من جذورها ان انت لازم تسيبي الشغل وتروحي تشتغلي في مكان تاني. لان انا هقولك ان انت لازم تنسي الشخص ده. وانت لو فضلتي في نفس الشغل عمرك ما هتقدري تنسيه. كل ما هتشوفيه هتفتكريه، هتفتكري الموضوع، عمرك ما هتنسيه. فانا كده مش هقدر احل المشكلة من جذورها. انا يعني بفكر في حل ان احنا نحل المشكلة من جذورها. انت حبيتي واحد واتعلقتي بيه، تمام. دلوقتي انت عايزة تنسيه، وبتقولي لي ان انت عايزة احسن حل دلوقتي. احسن حل دلوقتي ان احنا نعالج المشكلة من جذورها، اللي هو ايه؟ ان انت تمشي من المكان اللي انت فيه دلوقتي. وما ينفعش تفضلي في المكان اللي هو فيه. فانت امشي من الشغل. ربنا ان شاء الله هيكرمك بشغل تاني احسن. طول ما انت بعدتي عن المعصية، ربنا هيوفقك في حاجة او في شغل احسن من ده. وحاولي لما تروحي شغل تاني اقفلي على قلبك. ما تبقيش فاتحة على حياتك وعلى قلبك وانك انت تحبي ده او تحبي ده. لما تروحي شغل خلي علاقتك ما بينك وبين الناس شغل. انا عارف ان ممكن انت تنجذبي ودي حاجة غصب عنك، بس انت اعملي حدود. اقفلي على قلبك، ما تبقيش يعني فاتحة نفسك انك تحبي او تتعلقي. اعملي حدود وخلي علاقتك بس الشغل، تمام. وانا يعني بقولك احسن حل ان احنا نعالج المشكلة من جذورها ان انت تسيبي الشغل. وحاولي انك تنسي الراجل ده، وحاولي انك تبدأي بعد كده في شغل تاني، تبدأي شغل صح. واقفلي على قلبك. ان شاء الله ربنا يكرمك بابن الحلال. وانا هسيب لك في التعليقات نشوف رأي المتابعين. وعايز اشوف رأي البنات. يا بنات لو انتوا مكانها كنتوا هتعملوا ايه؟ وانا هسيب لكم روابط وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي: صفحة الفيسبوك، التيك توك، الانستجرام، والسناب شات. وانا مستني دعمكم ومتابعتكم. ولو انتي او انت مش مشترك في القناة، اشترك في القناة عشان تستفيد. وشيروا يا جماعة عشان غيركم يستفيد.
وأنا مستني تعليقاتكم ودعمكم وكلامكم الإيجابي، ده كلام بيأثر فينا وبيأثر فيا. وإلى اللقاء.